مرحبا بكم. في الفترة الأخرانية كانت عندي التزامات ما خلتنيش نواصل في تقديم الحلقات اللي نبث فيها على اليوتيوب بالنسق اللي بدينا به بالطبيعة، وإن شاء الله الفترة الجاية نرجع نتفاعلوا مع بعضنا كما تعودنا، مش نبدأ اليوم مع حلقة مطولة شوية. من الأسئلة اللي جاتني من عندكم بعد الحلقات اللي تعديت، شنو النجم نربح من تقديم كونتوني دو فورماسيون غراتوي في المواضيع اللي نطرح فيها عليكم. في الحقيقة وباش نكون صريح معاكم، رأيي اللي اليوم في وجود اليوتيوب وتويتر وتشات جي بي تي كل واحد فينا ينجم يتكون ويولي مختص في أي موضوع في فترة قصيرة زادة، وهذا أتو نعملوا له حلقة خاصة به. أما إذا المحتوى اللي نقدم فيه عجبكم، لكم كان تشتركوا في القناة متاعي وتبارتاجيوا الفيديوهات اللي تراو فيها منفعة. من ناحية أخرى، حديثي بطريقة مباشرة مع لي زونتربرونور اللي نتلاقى معاهم في التنقلات اللي بديناها من أفريل 2024 وسميناها تونيزيان كراود فاندينج تور باي سي ام بيس، خلاني متأكد اللي تكوين ان ريزو سوليدير وكولابوراتيف يعاون رواد الأعمال وأصحاب أفكار المشاريع اللي عندها أثر بيئي واجتماعي على النجاح لازم يكون مبني على البارتاج ديكسبيريونس وعلى استعدادنا أن نكونوا فاعلين حسب إمكانيات وخبرات كل واحد فينا باش نحققوا التغيير الإيجابي والمسؤول اللي نحلموا به. وتوا مرحبا بكم في حلقة جديدة مع جوهر. موضوعنا اليوم كيفاش ننجحوا في ريادة الأعمال وفي بعث المشاريع. أول درس تعلمته من التجارب اللي عشتها هو أنه لي دوغم، يعني القناعات والأفكار المسبقة، ما ينجموا يقدموا حتى إضافة. بالعكس، لازم تكون عندك من فليكسيبيليتي مونتال، وبالخصوص لازم كيف المعطيات تتبدل رايك وقرارك يتبدل زيادة. الواقع في برشا تعقيدات وبرشا تفاصيل وينجم ما يتفهمش بسهولة. دايوغ كي تكون رائد أعمال ما تنجم تفهم الواقع كان كيف تجرب وتاخذ قرارات. على هذاك أهم حاجة هي أنك تبعد عن الأفكار المسبقة اللي تولي عبارة على حقيقة ثابتة تمن بها وتعمل في الجهد متاعك باش تدافع عليها أكثر من الجهد اللي لازمك تعمله باش تربح وباش مشروعك يكبر. انك تحط حدود وتكون منغلق على الافكار متاعك ما ينجم كان ينقص لك من حظوظك في النجاح، على خاطر صاحب المشروع لازم يكون منفتح والاقصى حد زاد، وهذه صفات اساسيه باش يتفوق ويتميز في مجال اعماله. ونصيحتي لكل رائد اعمال تكون حازم في قراراتك، ما تكونش سطحي في معاملاتك، بل بالعكس تمشي ديما في العمق وفي التفاصيل مهما كان الموضوع اللي تخدم عليه، والا مش تاخذ فيه قرار. يعني ببساطه إذا تحب تعمل تقييم لسمعة منتوجك في السوق ما تتواصلش مع عدد صغير من الحرفاء وبالخصوص اللي ما زالوا متردين، أما كلم العشرات وإذا تنجم المئات منهم. وإذا مشروعك مستحق المستثمرين اتصل بأكبر عدد ممكن منهم. فما قاعدة عامة في الحياة وصحيحة 100% باش تنجح في مشروعك: كي تحس روحك عملت اللازم الكل زيد أعطي مجهود إضافي. الانتنسيتي والريبيتيسيون ما تندم عليهم. كي تعطي ما عندك وتحط طاقتك الكل باش تنجح تنجم توصل لنتائج تفوت توقعاتك الكلية. هذا مش يخليك سيستيماتيكمون تاخذ أكثر ريسك، وأنا نشجعكم أنكم تخاطروا قد ما تنجموا. وإذا تحبوا الحقيقة راهي كلمة نشجعكم وقد ما تنجموا فيها برشا دبلوماسية. اللي نحب نقوله هو خذوا الريسك. السعادة متاعك في ريادة الأعمال تجي من المخاطرة اللي تعملها ومن المخاطرة، والمخاطرة هي اللي تعطيك الساتيسفاكسيون اللي تستحقها باش تكمل تعطي دي زيفور انتونس لازمين باش تنجح في مشروع. الكلنا نعرفوا اللي في كل مرة تاخذ فيها الغيس فما زاد الغيس انك تخسر، لكن راهي الكلفة متاع الخسارة أقل برشا من انك تضيع فرصة باش تربح. صحيح اللي الفشل يوجع ويقلق برشا، دايوغ الرومانسية متاع فيليز بود ونتعلموا من الفشل متاعنا ماهيش صحيح. الخسارة توجع، أما على خطرها توجع نلقاوها تنفع زادة، وعلى خطرها توجع راهي مش نهاية العالم، وعلى خطرها توجع أتو بالوقت نبراو منها. ما تردوا حتى لحظة في إنكم تحاولوا وتحاولوا وتحاولوا وفي الآخر راكم مش تنجحوا. من ناحية أخرى برشا يحاولوا ويلوجوا في المقابل إنهم يلقاو مكانة بين الناس، ان ستاتيو. أما في الواقع لا ريكونيسونس الحقيقية واللي تدوم هي اللي ما تلوجهاش وما تطلبهاش، على خاطر المكانة اللي تطلبها مش تقيدك وتولي اون ليميت تخليك تخاف لا تاخذ دو نوفو ريسك. وعلى قد ما تخرجها من حساباتك وتبعد على لعب الدور اللي يمشي مع المكانة الاجتماعية هذيا قد ما تولي أقوى. بار كونتر ما فماش ما خير من أنك تكون أوتنتيك صادق وحقيقي، وهذه أحسن طريقة باش تملى دائرة العلاقات متاعك بناس أوريجينو مبتكرين ومبدعين. المهم نحافظوا على 3 حاجات مهمين ومترابطين: المجهود وقت المحاولة، المخاطرة للربح، والصدق باش نمشيو لبعيد.
وبربي ne vous prenez pas trop au sérieux. رائد الأعمال لازم يكون ذكي وشجاع، وهذا أهم من أي حاجة أخرى. استمتع، افرح كل خطوة صغيرة تعملها، استحفظ على الصغيرة اللي فيك، على خاطر هذا اللي مش يخليك تصبر على لي زوبستاكل اللي مش يعرضوك في المشروع متاعك بالطبيعة. نعطيكم مثال في المشاريع اللي عندها علاقة بالانترنت، بالبزنس اون لين، وبرشا أمثلة أخرى زادة. كل انتربرونور يلقى روحه في ماراثون، مسافته طويلة، في نفس الوقت لازمك تعمل دي سبرينت. على هذاك يلزم يكون عندك طول النفس باش تواصل وما تقفش، وهذا ما تنجم تعمله إلا إذا يكون معاك إيكيب، شركاء، دي بارتنير، دي زومبلويي، كليونات. لومان هو الأساس اللي تبني عليه الأهداف والطموحات متاعك. كيف نحبوا على لومان لازم نردوا بالنا باش نفهموا لومان. وأول حاجة نشجعك عليها هو أنك تعطي الثقة في اللي يقوله لك الحدث متاعك، طون انتويسيون، على الناس اللي مش تلاقيهم. تعودنا نعطيو الثقة للانتويسيون متاعنا كي تبدا الحكاية عندها علاقة بالبزنس، مش بالناس. أما العكس هو الصحيح. اتذكر كيف كنت صغير وقت علموك اللي لازم تتحكم في مشاعرك وما تقول لحد اللي هو ما يعجبكش والا ما تحبوش. اليوم وانت انتربرونور لازمك ترجع تلوج وتخرج الديتكتور دينيرجي اللي كان عندك وانت صغير، واللي كان يخليك تحس شكون اللي باهي بالحق وشكون لا. المجتمع والتربية اللي تحصلنا عليها واحنا في عمر صغير نساونا في نقطة القوة هذه، واللي عندها قيمة كبيرة في الانتربرونوريا. بالطبيعة هذا ما يعنيش انك مش تشك في الناس، كيما وقت اللي تكون متربي وعاقل، راهو هذا ماهوش ضعف في شخصيتك. تعلم تعطي من غير مقابل، من غير حدود، وكون متأكد اللي كل شيء مش يرجع لك إيجابيا. وحتى إذا الفكرة هذه تظهر لك مش مضمونة، أما على طوال كون متأكد اللي مش تخرج رابح. أما زادة كي تكون جونتي مش معناها أنك ماك مش تخيب أمل حتى حد فيك. دايوغ إذا عندك ناس يحبوك ومتعلقين بيك، كون متأكد اللي هما في وقت من الأوقات بسبب تصرف وإلا قرار منك مش يتغشوا عليك. أما المهم أنه هذا ما يلزمش يعطلك، على خاطر الغلطات اللي تنجم تكون عملتهم ما يلزمش يأثروا عليك لا اليوم ولا في المستقبل. جوست خذ من نتائج التجربة متاعك أحسن ما فيها وواصل. داير كي نحكيو على التجربة والإكسبيريونس، أكيد مش يرافقوكم ناس أكبر منكم في العمر، بما فيهم أنا اللي عندي شوية تجربة من الفيكو متاعي، ومش نبداو نعطيو في نصايح اللي جايين من الأسف من عالم ما عادش موجود. ردوا بالكم كي تسمعوا ناس كيفيانا وإلا ناس أكبر منكم في العمر، على خاطرنا مازلنا عايشين في عالم تبدل وما عادش موجود، أما جوست ما فقناش به وإلا ما اقتنعناش بالحكاية هذه. احنا في عصر اللي الشباب هما اللي يعلموا الكبار مش العكس، وانا جوست قاعد نجتهد باش نتواصل مع جينيراسيون جديده وباش نجدد لي كونيسونس نتاعي. دونك مرة أخرى ردوا بالكم من عند شكون تاخذوا النصايح، وبالخصوص ما تاخذوهمش من عند اللي نصايحه ما تصلح لكم في حتى شيء. اللي حكيناه الكل يوصلكم باش تعملوا ان بيزنس سوليد، مشروع تنتجوا به حاجة يستحقوها الناس. داير بول غرام أعطى نصيحة للزونتربرونور وقال do something people want، وهذا هو الهدف الوحيد تاع بيع المشروع. إذا تحب مشروعك ينجح وتولي غني، الروسيت هي هذه: انتج حاجة يستحقوها الناس. باش تنتج حاجة يستحقوها الناس يلزم البرودوي وإلا السيرفيس نتاعك يستجيب لحاجياتهم. باش تستجيب لحاجياتهم لازم تكون تعرف تبيع، متمكن من اللغة، تنجم تصنع المنتوج اللي الكليون متاعك حاجته بيه. اتعلم اقرا، اكتب، اتعلم بيع، اتعلم اصنع المنتوج متاعك، وبالخصوص اتعلم البرمجه اذا كنت تخدم على لي نوفيل تكنولوجي. هكا حتى قوه مع توقفك وتولي قادر على الاقناع بالرؤيه والمقاربه متاعك. نصيحتي للي مازال ما بداش، حاول تلقى مشروع ما يقفش وقت تبدا ماكش تخدم. احسن مشاريع ناجحه هي اللي تعمل مداخيل حتى كيف لونتربرونور يكون في وقت النوم والراحه متاعه. حط جهدك والابداع متاعك في التصميم، في الديزاين. المهم القى البيزنس اللي السكيل متاعه يكون اوتنتيك، ما تكونش متشائم. التشاؤم هو واحد من الاعراض متاع مرض موجود عندنا. المشكل كيف يكون معاه شعور بالذكاء وقدره اكسبسيونيل باش نفهموا الحاجات اللي ما فاق بهم حد. في الحقيقه المتشائم ما ينجمش يشوف الواقع كما هو، وكل تقييم يعمله مش يكون ديفورمي على خاطره بناه على رؤيه سلبيه في كل شيء. التشاؤم مؤذي برشا، ما ينتج كان توقعات تنقص من قيمة أي فكرة وأي موضوع. كونوا متفائلين، كونوا متعاطفين مع اللي نتعاملوا معاهم، كونوا أكبر عدو للتشاؤم.
المهم تعلموا انكم تبنيوا حاجه، تعلموا زاد انكم تبيعوا. البيوع مش دور الكوميرسيال راهو اللي تخدموا فيه، هو دور باعث المشروع، وهو مهمته الاساسيه كما هي مهمه الفريق الكل. في الموضوع هذا لازم تتعلموا ما تطلبوش الاذن. لونتربرونور ما يطلبش البيرميسيون، اما ينجم يطلب السماح. لونتربرونور لازم يتحرك، يستنبط، يظهر، وحتى اذا غلط مش مشكل، المهم ما يضيعش الوقت. الوقت اللي يفوت ياثر على قدره لونتربرونور باش ينظم خدمته ويولي يدخل في الفوضى. تحب تنجح؟ كون اسرع من الصدف، اسرع من الصدف اللي تنجم تعطل لك مشروعك. السرعه لازمها تكون في كل شيء، في قراراتك، في الفابريكاسيون، في التيست اللي تعمله للمنتوج نتاعك، والا لو تيست مارشي زاد. اكثر مشهد معبر نجم نصوره لكم هو انك تتصور انسان عزيز عليك برشا، عنده فرد على الجيل، واذا ماكش مش توصل له باقصى سرعه من غير ما تضيع وقت، ماكش مش تنجم تمنعه. العقليه هذه اللي ما تخلي لك حتى خيار ابار انك تتحرك وتقرر باقصى سرعه، هي اهم حاجه في الانتربرونوريا وبالخصوص في الستارت اب. المؤسسات الناشئه تربح بالسرعه نتاع القرارات اللي ياخذهم الانتربرونور، مش بالكاليتي نتاعهم. وهذه قاعده عامه وصحيحه في كل مجالات رياده الاعمال. راهو الغلطه نجموا نتجاوزوها اذا كانت عندنا السرعه اللازمه، اما الغلطه عمرنا ما نجموا نصلحوها اذا استثمرنا فيها برشا وقت. المهم ما تركزوش برشا على التفاصيل، اختاروا بالكدا الناس اللي دايره بيكم مع برشا طاقه ايجابيه وبرشا محبه. هذا من نصايح ونبغاك مع جوهر، ان شاء الله يكون فيهم افاده، وتخي بيانتو ان شاء الله.